لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. من أعظم وأنفع الدعاء لتفريج الكرب والهم ورفع الوباء والبلاء الذي نزل بالأمة ونزل بأهل الأرض في هذه الأيام ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. أذكر نفسي وأمتي الحبيبة وإخوتي وأخواتي في هذه الأيام الصعبة، في هذه المحنة القاسية بحق، والتي يشهدها جيلنا المعاصر لأول مرة في 100 سنة الماضية. من أعظم هذه الدعوات ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، أي وكثرة الدين وقهر الرجال وغلبتهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، وكلنا والله في هذه الأيام مكروب، وكلنا والله مهموم، وكلنا والله مبتلى، وكلنا والله حزين. لا أعلم إنسانا الآن على وجه الأرض إلا وهو في كرب، إلا وهو في هم، إلا وهو في حزن. وإن اختلفت الكروب والهموم والأحزان، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي رواية الترمذي بإسناد صحيح: كان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي رواية أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فإنه لم يدع بها رجل قط في شيء من الأشياء إلا استجاب الله عز وجل له، لكن الأمر يحتاج إلى يقين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. اعلم يقينا أن من قالها بيقين وحضور قلب وتصديق للصادق الذي لا ينطق عن الهوى لم يضره شيء، فإن وقع به ضرر فاعلم يقينا أيضا أنه بسبب عدم يقينه أو ضعف يقينه وتصديقه أو لنسيانه لهذا الذكر العظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من الشيطان ومن كل شر وآفة. وأختم بهذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لكن من باب الأمانة العلمية مع جمال الدعاء أقول: الحديث رواه البيهقي والأصبهاني وهو حديث ضعيف الإسناد. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الدعاء وأن يوفقنا إلى التذلل والتضرع بين يديه بحب وافتقار وذل وانكسار وتوبة واستغفار، فورب الكعبة لا ملجأ ولا مخرج لنا من هذا البلاء وهذه المحنة والفتنة إلا بالتذلل بين يديه عز وجل، إلا بالافتقار بين يديه. فلنطرح قلوبنا بحب وافتقار وذل وانكسار بين يديه عز وجل.